ازيكم يا كل اصحابنا. هنشوف دلوقتي الحدوته الحلو. ما تنسوش تعملوا لايك من الصباع اللي فوق، اشتركوا في القناه بالكلام الاحمر اللي موجود تحت الفيديو. يا لهوي، هولد شكلي. يا ترى انت فين يا ابو سيمبا؟ اجيبك منين دلوقتي؟ اهربي بسرعة لو انتي من الغابة هنا، لحسن في واحد شرير هيدمركوا كلكم. اهرب اروح فين؟ وبعدين ايه شكلك ده؟ انت مش باينلك انت انسان ولا انت حيوان؟ وجيت منين يا ابن انت؟ في عالم مجنون جاي من زمن تاني وهينزل هنا على الغابة. انا قلتلك اهو، انا شفته بالكاميرا بتاعتي، انا قلتلك، وده هيدمركوا كلكم. يلا تعالي معايا اخبيكي منه. اخيرا وصلت الغابة بالاختراع بتاعي الشرير وهدمرها كلها، هغير شكل كل الحيوانات. ايوه انا الدكتور العبقري. هاي بقورة، ما شفتش حد غريب في الغابة؟ أنا شامم ريحة كده، ريحة حد غريب. لا والله ما شفتش. ايه ده مين الراجل اللي جاي طاير من هناك ده؟ أنا دكتور جوني، يلا بقى هوريكوا هعمل فيكوا ايه. خدوا شعاع. يا سلام، بص اتحولوا ازاي. هو انا كل يوم اضربك كده يا سكار؟ كل سيبيني. يوم يا شيخ بقى، سيبيني قلت لك بقى. لازم تصطاد، إيه لازم ده؟ تصطاد. هروح يعني هروح اصطاد ازاي وانتي ماسكاني؟ طب يلا روح اصطاد. هو كل يوم زارة هي اللي تصطاد؟ انا اللي اصطاد؟ امشي يا سكار اصطاد. رايح اهو يا شيخ، الله يهدك. هروح اصطادلك وهاجي. يم 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 يم، ده ايه ده؟ فيك حشرات اما اكلها. يم 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 يم. ايه ده؟ ايه اللي جاي علينا من بعيد ده؟ ده انا دكتور جو. هوريكوا الشعاع بتاعي هيعمل فيكوا ايه يا قرود. ايه ده احنا شكلنا بقى كده ازاي؟ انت عملت فينا ايه؟ غيرتكوا وبدلتكوا وهبدل الغابة كلها. يا ام سيمبا، يا ام سيمبا، انتي فين يا حبيبتي؟ يلا هتخلفي لي سيمبا الصغنون. ايه ده، انتي مش في البيت ولا ايه؟ دي شكلها خرجت. ايه ده، نالا خرجت من غير ما تقولي؟ ازاي يحصل كده؟ انا لازم اروح اشوفها راحت فين. ايه ده، اسكار، ازيك يا اسكار يا اخويا؟ رايح فين كده؟ رايح اصطاد، اجيب اي اكل لزارة عشان تسكت عمالة تذل فيا وتقولي انا اللي بصطاد وانا اللي باكلك. لازم تروح تصطاد، وبصراحة كده بتضربني، فانا بقى مش عايزاها تضربني وهروح اصطاد لها. بتضربك؟ ايه اللي انت بتقوله بس يا اسكار؟ والله ضحكتني وانا ماليش نفسي اضحك. انا عمال ادور على مراتي ومش لاقيها ومش عارف راحت فين. عن اذنك بقى انا يا اسكار اروح اشوفها راحت فين، دي قربت تولد وتجيب لي البيبي الصغير. يا ابو سيمبا الحق، هقولك. ايه دلوقتي يا بطوط، عايز ايه؟ انا شفت نالا لما كانت بتدور عليك وكانت عايزة تولد. يبقى انا هجري دلوقتي واروح اشوفها فين في الغابة. انت يا ابني، انت واخدني معاك على فين؟ رايحة هنا اعمل ايه؟ انا بقولك عايزة اولد وكنت بدور على جوزي، وانت تقولي كائنات غريبة وهتدمرك. طيب جايبني معاك هنا فين بقى؟ انا عايزة الدكتور، عايزة اولد. ما تقلقيش، انا مامتي بتشتغل في العمارة دي، مامتي دكتورة. تعالي ندخل لها وهي هتولدك. يا سلام يا سلام. هو اي نعم حولني ما بين البقرة وما بين الإنسانة، بس أنا أحلى بقورة هنا في الغابة. ايه ده ايه اللي حصل للزرافة اللي جاي من هناك ده؟ يا بقورة، انت كمان الراجل اللي طلع ده حولك؟ الحقي ده خلاكي بقيتي حلوة. بس مش احلى مني، انا زرافة ايه فظيعة، قمر. رأيي في ايه؟ وحش. لازم انا بس اللي ابقى حلوة في الغابة. ايه الراجل ده حولني انا حلوة وكمان معايا كمان حد تاني حلو؟ حلوة ايه؟ انت مش شايفة نفسك ولا ايه؟ الحلوة ايه؟ يعني انت عايزك تقول ان انا مش حلوة؟ ايوه طبعا مش حلوة، انا احلى. طيب تعالي نروح نشوف بقى ملك الغابة، ولا نشوف اي حد يحكم ما بيننا. انا بقيت احلى ولا انتي؟ يا سلام، ده حولني بقيت الرجل الأخضر.
بقيت البوب الأخضر. دلوقتي أول ما هشوف أي حد محتاجني في الغابة دي هروح ألحقه. ياه، أنا سامع صوت حد بيستنجد هناك، أما أروح أشوف مين اللي عايزني ألحقه وأنقذه. يا ترى انت فين يا نالة؟ نالة، نالة يا حبيبتي. ايه ده؟ اول مرة تخرج من البيت كده. يا نهار ابيض، لا يكون حد شرير عمل فيها حاجة. لازم اجري وادور عليها في كل مكان في الغابة، لازم. نالة، نالة، انت فين يا حبيبتي؟ نالة. ايه ده؟ مش لاقي حيوانات اصطادها. الحيوانات راحت فين؟ يا نهار ابيض، ده زارة هتبهدلني. ده مش بعيد لو ما ضربتنيش علقة كبيرة. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه يا سكار؟ تعمل ايه؟ دي هتضربك. طب خلاص بقى، انا ادخل جوه الكهف ده وانام، وهي اكيد مش هتعرف ان انا موجود هنا. القرود عيال اتأخروا فين كل ده؟ قالولي رايحين نفل بعض وجايين، ما جاوش ليه لحد دلوقتي؟ بابا بابا، شفت احنا بقينا ازاي؟ بابا؟ بابا مين يا حبايبي انت وهو؟ انا عندي فعلا قردين، بس مش انتوا خالص، التانيين شبهي كده. انتوا مين بقى؟ احنا ولادك والله. بس في واحد راكب كده مكنة عجيبة جدا بتطلع شرار، اسمه جو، هو ده اللي حولنا وخلانا بقينا شكلنا كده. والله على اساس ان انا هصدقكم. طيب ماشي وماله، انتوا ولادي ما يجراش حاجة. مش عارف، انا كل ما اعمل تجربة بيطلع حيوانات طيبة ليه. ايوه، اقرب على البقرة اللي جاية دي، خدي الشعاع. ايوه، هي كده بقت شريرة. يا ترى انتي فين يا نيلة؟ لا مين؟ انت بقى ملك الغابة دي؟ طب تعالى بقى عشان اقطعك بسكاكيني دي. ايه ده؟ انت مجنون؟ ابعد من هنا. بقولك هقطعك بسكاكيني تقول لي ابعد من هنا؟ تعالى يا جميل اما اضربك. اهو، خد انت، لا خد انت. ايه ده؟ ملك الغابة بيتضرب، انا لازم انقذه. خد. ايوه كده، انقذت ملك الغابة الحمد لله. اجري يا ملك الغابة انت وانا هضربه. ايه ده؟ الحمد لله. ايه الكائن اللي كنت بجري منه ده؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ انا اول مرة اشوف كده. لا يكون حاجة غريبة ده ظهرت في الغابة، ولا ده ايه بس؟ ايه ده وايه اللي جاي عليا من هناك ده؟ انا دكتور جو. وهعمل تجربتي عليك يا ملك الغابة، خد الشعاع. اتحولت لفلاش. بس ان شاء الله تبقى فلاش شرير مش فلاش طيب. اجري انا بقى. شكرا ليكي جدا يا دكتورة ان انت ولدتيني وجبنا سيمبا الحمد لله. شكرا ليك انت كمان ان انت انقذتيني من الغابة وجبتيني هنا. بس انا دلوقتي لازم ارجع الغابة تاني، لازم اوري سيمبا لباباه. طيب بس خدي بالك على نفسك عشان انت لسه والدة بقى يا حبيبتي، وخلي بالك من البيبي. روحي وما تعمليش مجهود كتير. ايه ده ابو سيمبا، انت بقيت فلاش؟ شفت المجنون ده؟ ضربته وجري مني. احنا لازم نتلم عليه انا وانت. الحمد لله ان هو خلاك فلاش وانا بقيت رجل اخضر. هو دي اكيد غلطات منه، ده عمال يحول في الحيوانات كلها. يلا بينا يا ابو سيمبا نتلم عليه ونضربه. الاول انا حابب اشكرك ان انت انقذتني منه قبل ما ابقى فلاش. انا دلوقتي بقى معايا قوة انا كمان، لازم انا وانت نتلم عليه ونطلع قوتنا اللي هو اداها لنا من غير ما يقصد عليه، وبعدين بقى نطرده من الغابة عشان اقدر اشوف حبيبتي نالة. مراتي حبيبتي راحت فين؟ وابني حبيبي هو كمان فين؟ اهو يا كلبي يخضر، شايفوه جاي من هناك. انا هديب الشعاع اللي في ايدي، وانت لما يقع تروح تضربه. ماشي يا ملك الغابة. متحوليني. خد بقى من متحولينك. انت اللي جبته لنفسك. روح يلا اضربه يا كلبي يا اخضر. ايوه اضربه، ايوه. دمرناه. ايوه كده اخيرا هيمشي من الغابة، والغابة هترجع بامان. دي غابتنا يا سيمبا يا حبيبي. انا ولدتك بره الغابة، بس دلوقتي جبتك الغابة وجيت عشان تشوف باباك. بس انا مش عارفة الحيوانات راحوا فين، ولا يكون جرالهم حاجة زي ما الولد اللي كان معايا ده قالي. يا رب الاقي باباك دلوقتي. وده بقى بيتنا يا سيمبا، الحمد لله ان احنا وصلنا له. بطنة الله جميلة جدا يا ماما. ايه ده يا سيمبا؟ باباك جاي من هناك اهو،
بس ليه لابس زي فلاش كده؟ ابو سيمبا حبيبي تعالى شوف سيمبا. شفت؟ انا ولدت بس بره الغابة، في واحد خدني اولد بره عشان قال لي ان كان في خطر هنا. فعلا كان في خطر في الغابة. ايوه فعلا يا ام سيمبا، انت مش شايفه شكلي اتغير ازاي؟ ياه، ده اللي حصل كتير جدا. تعالي بس كده اقعدي اما اشبع من سيمبا الصغنون. يا جميل يا جميل انت، انا هحكي لك دلوقتي كل اللي حصل معايا وايه اللي غيرني للشكل ده. الاسعار بقت غاليه نار، لازم اروح اشوف بقى اشتري من مين بسعر رخيص عشان اعرف اعمل اكل موفر. اهلا تعالى خد خضار، تعالى خد فاكهة. الخضار ب10 جنيه والفاكهة ب40 جنيه. قرب تعالى. لا اسعاري غالية يا زرافة. ايه يا اردون، الاسعار عندك بكام؟ عندي فاكهة ب30 وخضار ب15. تعالى خد. انت كمان غالي يا اردون. خد مني انا اي حاجة عندي ب5 جنيه. يبقى كده انت انسب سعر، اخد منك انت. يا خموري مالك جاي مبسوط كده ليه؟ ايه سر السعادة؟ سر السعادة هقولك عليه واعرفك، انك تبيع اوحش بضاعة بارخص سعر فالناس تشتري. هو ده اللي انا عملته، جبت بضاعة رخيصة وبعتها بسعر رخيص، وهي اصلا بضاعة وحشة. ضحكت على الناس. مفيش حد بقى، مفيش، خلاص اركن بقى العجلة دي واشيل الكبدة واعمل بيبي. ايه ده؟ ايه يا معفن ده؟ ايه الكلاب كلها معفنة كده؟ امشي من هنا. طب اهو، يلا يا معفن، كلاب معفنة. انت بتشتمي في الكلاب ليه؟ هو مش كل الكلاب معفنين؟ بطلي تقولي علينا كده. لا انتوا كلكم معفنين. لا احنا مش كلنا معفنين. ويلا بقى انا همشي من هنا وهقول لملك الغابة عليك انت وحشة. استحمى حما استحمى بعدولين. يا جمال لما انضف بالفرشة بتاعتي الجميلة دي يا حلاوتي. ايه يا بقورة ده، انت عبيطة ولا ايه؟ في حد بيستحمى كده في وسط الشارع؟ بتروحي تستحمى بيكوا يا ولية. بقورة ما تديلي ليفة من اللي انت بتستحمي بيها دي، استحمى معاكي. تستحمى معايا فين ياض يا ارنب انت؟ امشي ياض من هنا، الليفة دي بتاعتي انا بس كده. طب والله لا اروح اقول لملك الغابة عليك ان انت بتستحمي في وسط الغابة، ودي بقى تاخد دي بيها مخالفة يا امورة. واد يا سيمبا تعالى شوف البقرة دي يلا. ملك الغابة والدي عامل ايه؟ شفت المشاكل اللي الحيوانات عاملين؟ ايوه يا سيمبا شفتها ومش عارف اعمل ايه. كل شوية حيوان يجي يشتكيلي من حيوان، يعني بس دي شغلة ملك الغابة، هنعمل ايه؟ لا يا والدي هنعمل كتير. احنا لازم نحللهم مشاكلهم دي عشان نبقى قد المسؤولية انا وانت. خلاص، انت تحلها وانا اتعلم منك، ماشي؟ انا بقى هقعد هنا واكتب كل اللي بيحصل على الكمبيوتر، كل اللي بيحصل في الغابة حاجة هسجله عشان يبقى كل اللي بيحصل مسجل وفي داتا عليه، عشان لما احتاجله اجيبه في اي وقت. يعني زي الحمار اللي بعلي النهاردة خضار مش سليم ده، انا هكتب عنه، هكتب عن الغش، ان الغش شيء وحش جدا، وكمان هروح لملك الغابة واشتكيه. هي هي ماما الزرافة جت. ماما الزرافة جت. مامتي جبتيلي معاكي حاجات حلوة وانت جاية من الشغل؟ لا والله يا زرافة يا حبيبتي، للأسف ما بعتش أي حاجة النهاردة. الحمار الغشاش الوحش بيغش الناس ويبيع بضاعة وحشة بسعر رخيص وهم بيشتروا للسعر الرخيص، فطبعا أنا ما بعتش أي حاجة خالص، وللأسف ما قدرتش حتى أجيبلك أي حاجة انت عايزاها، وعشان كده هروح للأسد واشتري. ايه بابا جه جبت لنا معاك اكل وحاجات حلوه، احنا قاعدين مستنيينك من الصبح، انت فين الحاجه الحلوه يا بابا؟ لا يا حبايبي والله كان نفسي اجيب لكم معايا اكل، بس الوحيد اللي جه اشترى بالسوق هو بطوط. قعدت اقول له تعالى اشتريه مرضيش، وراح اشترى من الحمار. وانتوا عارفين ان الحمار ده غشاش، بيجيب بضاعة رخيصة وبيبيعها لهم، بس هم مش عارفين ان البضاعة دي هتوجع لهم بطنهم. انا بقى دلوقتي هروح لملك الغابة ابو سيمبا
اشتكي له الحمار عمل ايه، وهو بقى يتصرف، وبكرة يبقى معايا فلوس بإذن الله واجيب لكم الحاجة الحلوة. يا ملك الغابة، يا ملك الغابة، أنا جايلك في مشكلة. أنا وزروفة، إحنا الاتنين عندنا نفس المشكلة ومش عارفين نعمل فيها إيه. وأنا وهي قلنا إن إحنا نجيلك، وإن أنت أكيد هتحللنا المشكلة دي، مشكلتنا مع حموري. ايه المشكلة؟ كل شوية تقولي بمشكلة مع حموري. انتوا وقفتكوا معاه في السوق دي جايبة مشاكل كتير جدا. طيب يلا، حد فيكم يحكي لي المشكلة. احنا مشكلتنا ان احنا مش عارفين ناكل عيالنا بسبب حموري، بسبب غشه. حموري بيغش الحيوانات وبيبيع لهم خضار وحش جدا، وطعمه بيبقى في الاول حلو بس بعد كده هيوجع لهم بطنهم لان هو مش كويس. الخضار اللي هو بيبيعه من نوع الرخيص بيبقى مش مفيد على الجسم، يعني بايت بقاله كتير جدا متخزن. طبعا انت فاهمني يعني ايه يا اسد. واحنا مش عارفين ناكل عيالنا بسببه لان هو بيبيع بسعر رخيص جدا قدام اللي احنا بنبيعه، رغم ان احنا بنبيع حاجة ان هي نضيفة وحلوة، ولما الاطفال ياكلوها بطنهم مش هتوجعهم. طيب وانا ايه اللي يخليني اصدقك يا ست زروفة؟ دلوقتي مفيش حد من الحيوانات اشتكى. المشكلة ان انتوا بس اسعاركم غالية عن حموري. انا مش شايف حموري عامل حاجة ابدا. ايه اللي فيه انه بيبيع بسعر رخيص؟ اما حد من الحيوانات يشتكي ساعتها هقدر اقول على حموري ان هو غشاش، وكمان هخليه يمشي من السوق نهائي. وبعدين احنا لازم نوحد سعر الخضار وكلنا نبيع بجودة حلوة، وانا هشوف الموضوع ده وهرجع لكم. اهو ايه ده، اخيرا لقيت حموري، اخيرا لقيت واقف. هقدر بقى ارجع له بضاعته الوحشه اللي هو اداها لي، اروح اجيبها من البيت واجيله. هروح. ايوه تعالوا قربوا، تعالوا ارخص بضاعة عندي انا حموري ببيع احلى بضاعة بارخص بضاعة. تعالوا. اديني جيت اهو يا سي حموري، جيت. شفت بقى، جاي تشتري مني تاني صح؟ مش انا قلت لك هتبقى زبوني؟ جاي اشتري منك تاني؟ ده انا جاي اديك بضاعتك. ده انت فظيع يا شيخ. الخضار بتاعك ده انا اكلت منه وجع لي بطني جامد جدا. فيا اما تاخد الخضار بتاعك وتجيب الفلوس اللي انا اديتها لك، يا اما هروح اشتكيك للاسف. لا روح يا اخوي، شوف عايز تروح فين وروح، يلا امشي من هنا يلا. يا اسد يا اسد، انت لازم تجيب لي حقي، لازم تجيب لي حقي من الحمار حموري ده. بعلي خضار فاسد، كلت منه واحده وجعت لي بطني جدا جدا ومش عارف اعمل ايه. ورحت قلت له خد البضاعه بتاعتك وهات الفلوس بتاعتي، يا اما هشتكيك للاسد. قال لي امشي يلا من هنا، مفيش بضاعه هتترجع. انا بقى اعمل ايه دلوقتي؟ الحمار حموري تاني؟ لا، ده انا كده لازم اجيب لك حقك. روح يا سيمبا نادير على الحمار حموري ده وهاتهولي هنا حالا. ما تقلقش يا بطوط، دلوقتي سيمبا هيجي وهيجيب معاه حموري وهجيب لك منه حقك. دلوقتي حالا حقك انت وبقية الحيوانات هيرجع له. خير يا ملك الغابه، انت كنت عايزني في ايه؟ خير؟ ايه ده بطوط؟ ايه؟ خير يا ملك الغابه، هو انا عملت حاجه ولا حاجه؟ اول ما شفتني قلت بطوط. ايوه، عشان عارف ان انت خدعتني وبعتلي خضار مش كويس ومرضتش ترجعلي حقي. اديني جيت لحد ملك الغابه وهو هيجيب لي حقي. بص يا حموري، انت اذيت الناس وبعتلهم خضار مش كويس بسعر رخيص، يعني غشيت، والغش حرام، ومن غشنا فليس منا. انت غشيتنا يا حموري كلنا، وعشان كده حكم عليك يا حموري ان انت خلاص مش هتبيع في السوق تاني. خلاص مش هتقف تبيع تاني خالص. الزرافة بس هي والقرد هما اللي هيبيعوا، لكن انت مش هتبيع. ده حكم عليك عشان ما نغشش حد تاني. ودلوقتي هترجع للراجل ده فلوسه كمان.